السلام عليكم. عايزة تعرفي هنعمل السمك الجميل ده ونتعلم اللفة بتاعته ازاي؟ سمك السنجاري كله بيخاف منه في البيت وبيشتريه بالغالي. لا، تعالي هوريك هيطلع بيه الجمال ده ازاي والطراوة دي. يلا بينا نشوف. النهاردة هنجيب مع بعض. شوفي بقى عندك سمك قد ايه. انا هقولك المكونات ديت كيلو من السمك. طبعا نجيب سمك بوري زي ما انتم شايفين الحجم ده، عشان خاطر يكون حلو في السنجاري، ما يكونش صغير قوي. ده سعره 80 جنيه، او 85 اجتهادي يعني، لكن الاكبر من كده بيعمل 100. ده ينفع للفسيخ وكمان الاكبر شوية. هننضفه كده، نغسله كويس من بره، بعد كده هنشيل الزعانف بتاعته ديت والقشر اللي بره هنقشره. بعد كده هنفتحه من بطنه، تقدري تفتحيه من ظهره لو عايزه. دي الطريقه اللي انا بعتمدها، تقدري تعمليها وعلى طريقتي، وقولي لي رايك ايه في الكومنتات. فتحت كده بطنه، تقدري تشيلي الراس لو عايزه، وتقدري تسيبيها بتبقى تدي المنظر برضو حلو. آه زي شكل السمكه كلها يعني. تغسليه بقى كده تنقعيه، بس ما تغسليه بدقيق وتنقعيه بمية وملح، يعني مش دقيقة أو دقيقتين بكتير. يعني ممكن على ما نحضر التتبيلة بتاعتنا. تقدروا طبعا، المفروض ان انتوا تجيبوه من مصدر موثوق منه، عشان ما يكونش زفر ولا اللحم بتاعه يكون مهري معاكم. وطبعا ما تنقعوش كتير عشان اللحم بتاعه بيتهري بسرعة. زي ما انتوا شايفين كده، لونه بقى جميل وبقى ابيض كده. وتقدري طول ما انت شغاله لو في اي زوايد تلاقي فيها تشيليها عادي. هنا حطيت معاكم معلقتين 3 من زيت، ونص معلقة كمون، نص معلقة كركم، نص معلقة بابريكا، وليمونة كاملة. وبعد كده هبدأ بقى ان انا ادهنها. وكمان حطيت نص معلقة كزبرة، عشان خاطر طبعا الكزبرة بتدي طعم جميل. وحطيت كمان توم مهروس. طبعا السمك ما هو الا توم وكمون يا جماعة، وكزبرة بيدي طبعا طعم جميل اوي في الشوي خاصة. هنا هحشيها كده زي ما انت شايفة، وهسيب معلقة كده. هقولك هنستخدمها في الاخر في ايه. تابعوني ان شاء الله، الفيديو هيعجبكم وهتطلع معاكم جميلة احسن واحسن. على فكرة بيبقى طعمه جميل جدا وريحته كمان، وبيدي طراوة جميلة. وعايزة اقولك ان التتبيلة ديت هتخليه، لان هي سايلة، هتخليه يتبل معاكي كمان، مش هياخد 10 دقايق يعني. تقدري تحضريه وتبدأي على طول تشوي. هنحضر معانا بقى ايه الخضار اللي هنستخدمه معانا كده. طماطمايه متقطعه مكعبات، فلفل اخضر، فلفل الوان، بصله متقطعه برضو مكعبات، جزره. طبعا الجزر مقطعه مكعبات، ممكن تبشريه لو عندك، لان هو كان عندي في الفريزر. وبرضو هو كده ما بياخدش تسويه كمان عشان طالع من الفريزر. انا هنا حطيت معلقتين زيت ونزلت عليهم بالبصله، بشوحها بس كده، مش عايزاها تاخد لون. بعد كده هنزل بالجزر عشان هو اللي بياخد تسويه شويه. وطبعا على نار عالية يا جماعة عشان ما ينزلوش ميتهم. بعد كده هنزل بالفلفل الاخضر والفلفل الالوان. النار عالية زي ما قلت لكم، عشان خاطر الفلفل بينزل ميته بسرعة. احنا مش عايزينهم ينزلوا ميتهم، احنا عايزين الخضار يفضل كده، يفضل حي كده باللون الجميل الفريش بتاعه ده. ويدينا لون جميل بس بالتشويحة، ويدينا كمان رمشته الحلوة كده في الوصفة. يعني يا دوب بيتقلب كده بس يتشوح. وبعد كده هننزل بالطماطم. وانا حطيت كزبرة ناشفة. انتوا تقدروا تحطوا كزبرة خضراء، علشان خاطر هي ما كانتش عندي الصراحة. لكن انا اتصرفي بالموجود عندك. زي ما بقولك دايما ما تقيديش نفسك بأي حاجة. حطيت هنا معلقه ملح، ومعلقه الدقه اللي انا قلت لكم عليها من الاول، التتبيله اللي احنا عملناها للسمك. وكمان معلقه كزبره. وطفيت النار على طول اول ما نزلت بالطماطم. نبدا بقى نشوف طريقه اللفه بتاعتها هتبقى ازاي، ونحشيه مع بعض. انا هنا صراحه كان عندي الورق ده، فكرت ان هو عندي بس لقيته خالص. بس هوريكم طريقه عمله ازاي لو تحبوا تعملوه نفس طريقه المطاعم. هنا نزلت طبعا قدرت كمية الحشو اللي هحتاجه للسمك. ونزلت كده بالكمية المناسبة. بعد كده بلف الورق، تلفوه بس كويس، تدوسوا عليه شوية. عن كده هو سهل، ودي طريقته بس. ما بياخدش اي حاجة. وعلى الصاجات بقى على طول، وعلى الفرن يكون سخن قبلها. تحطيه بس بيكونش قريب من الشواية، يكون تحت وبياخد اللون من فوق من تحت، وجميل جدا. ما بياخدش معاكي 10 دقايق لربع ساعة بكتير في الفرن. يعني ما بياخدش اي وقت، لا في التحضير ولا في التسوية. انا هنا زي ما قلت لكم لقيت الورق خلص،
فحطيته كده في الصينية من تحت ونفع زي ما انتم شايفينه جميل جدا. عملت معاه سلطة خضراء بالبصل وطحينة بيضة وطحينة حمراء وكمان برام رز كده جميل جدا معمر بالقشطة، حاجة تحفة. تقدروا تاكلوه طبعا بالعيش بيكون احلى واحلى. اشوفكم على خير، مع السلامة.